ما كان لهذه الحفر أن تتشكل لولا انخفاض مستوى البحر الميت في الأردن، فغور حديث جنوب البحر الميت شاهد على تغيرات جيولوجية على سواحل البحر الذي يعتبر الأكثر تبخرا في العالم. يقول سكان المنطقة وأغلبهم من المزارعين إن هذه الحفر الكبيرة بدأت بالظهور منذ عشرات السنين، وإن معالجتها تتم بمد قناة البحرين الأحمر الميت. هذه الحفر الهدمية يعني من 79 بلشت الحفر الهدمية. بعدين لما كان يعني منسوب البحر كان عالي، ما في حفر، يعني كان خفيف، يعني ما نعرف شو هاي تنزل، يعني الحفر تنزل 2 3 متر. لما صار نقص بحر الميت لا صار ينزل كثير، يعني ينزل منها، بس ما بتروح هذه الحفر الهدمية إلا يجي خط النقل البحرين. إذا بيجي خط النقل البحرين هذا بيرجع منسوب البحر. على أن الرسميين والخبراء يقولون إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أدت إلى حدوث فيضانات في أماكن معينة وشح في المياه في أماكن أخرى، ويدللون على أن انخفاض مستوى سطح البحر الميت بشكل كبير ناتج عن التغيرات المناخية، إذ لم تعد المياه المتدفقة للبحر تساوي كمية المياه المتبخرة، وهو ما أدى إلى ظهور الحفر الانهدامية. هناك تغير رئيسي في المناخ في الأردن نتيجة عوامل عديدة، وهو أهم موضوع هو انطلاقة الغازات الدفيئة، وبالتالي سيكون عندنا صيف حار وسيكون شتاء بارد. ظاهرة الانهيارات اللي بتحصل في منطقة البحر الميت والناتجة عن تراجع مستوى المياه به، بالطبع إذا كان هنالك زيادة في درجة الحرارة سيؤدي هذا إلى زيادة في معدلات التبخر من سطح البحر الميت بالذات. وبما أن مشكلته الأساسية هي في نقص الماء الوارد إليه، نقص الماء إذا أضيف له زيادة التبخر سيؤدي إلى تفاقم هذه الظواهر، ويؤدي إلى أنه عملية إصلاح الوضع أو معالجته ستكون أكثر صعوبة. ضرب الجفاف بعض مناطق الأردن، فأصبحت أراضي جرداء في إقليم مناخي شبه صحراوي، وزاد الأمر سوءا انخفاض كميات الأمطار السنوية، وهي معطيات يقول خبراء إنها بفعل التغير المناخي. هنا في البحر الميت تظهر الآثار السلبية للتغير المناخي، حفر انهدامية تشكلت نتيجة لانخفاض مستوى مياه البحر بسبب قلة المياه المتدفقة إليه من الأمطار. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، الأغوار الجنوبية.